السادات هيقول لهم اتصرفوا، احنا هنحارب عدو اقوى سلاح عنده هو سلاح الطيران، لاقوا لي حل لمشكله الوقود دي والحرب مش هتتاجل. في يوم كان الكابتن عصام الحضري سايق عربيته فخبط في عربيه ثانيه. كابتن عصام الحضري كان هو اللي غلطان، لكن الناس لما اتجمعت كانوا بيهدوا الدنيا عشان يجاملوا كابتن منتخب مصر اللي جاب لنا كاس افريقيا، واقنعوا صاحب العربيه انه يتكل على الله والدنيا تمشي. محدش فيهم كان يعرف ان صاحب العربيه دي هو الدكتور محمود يوسف سعاده اللي انقذ مصر كلها من كام سنه 1972، يعني قبل حرب اكتوبر بسنه. الرئيس الراحل محمد انور السادات خد قرار كان كارثه على مصر، وهو طرد الخبراء الروس من مصر وطلعهم بره البلد. وقتها روسيا كانت هي الحليف الوحيد لمصر، وروسيا مش هتعديها على خير. هتقول لي سادات طب ما فيش قطع غيار للسلاح الروسي اللي معاك، واللي يبوظ منك يا معلم ابقى ارميه، وكمان مش هنديك العجلات بتاعه الطيارات. ودي كانت مشكله كبيره لان العجلات دي كان ليها عدد مرات طياره تطلع بيها وتنزل تاني عشان بتتاكل وقت الهبوط، فلازم كل فتره تتغير. واحنا هنحارب في الطيارات هتطلع وتنزل كتير، دي كده مصيبه. لكن المشكله دي الطيارين المصريين قالوا احنا هنحلها، هنحاول لما نيجي ننزل ان احنا نقلل الاحتكاك مع الارض، فالعجلات ما تتاكلش بسرعه وعمرها يطول. انا معاك ان هو مش احسن حل، لكن الدنيا هتمشي. المصيبه الاكبر بقى جت للسادات قبل الحرب ب4 شهور بس. قاده سلاح الجو بلغوا السادات الوقود بتاع صواريخ الدفاع الجوي انتهت صلاحيته، والسوفييت اللي هي روسيا مش راضيين يبعتوا لنا وقود. وخطتنا اصلا مبنيه لان في الوقت اللي القوات المصريه هتكون بتعبر القناه، صواريخ الدفاع الجوي هتكون بتحميهم من الطيران اللي بيضربهم من فوق. ومن غير الصواريخ دي احنا هنخسر الحرب من قبل حتى ما نبدا، وقبل ما نضرب ضربه واحده العدو هيخلص على كل القوات بتاعتنا على الارض بالطيارات اللي في السماء، ومفيش صواريخ عندنا توقعها علشان مفيش وقود. طب ليه اصلا الرئيس السادات بياخد قرار خطير زي ده قبل الحرب على طول؟ السادات عمل اللي كان لازم يتعمل، وهقول لك ليه. الخبراء السوفييت اللي وصلوا مصر بعد نكسه 67 كانوا كفاءه فعلا، وكان ليهم فوائد كتير قوي على الجيش المصري. لكن مع السنين بدات الخبراء دول يتبدلوا وبييجوا خبراء تانيين اقل منهم بكتير وما لهمش اي 60 لازمه للجيش. فالضباط المصريين بقوا متضايقين، احنا مش جايبينهم يتفسحوا. وكمان كانوا بينشروا ما بين الجيش المصري ان امكانيات العدو اكبر، وان الجيش المصري مش هيقدر يقف قصاد العدو بتاعه. وبدا الكلام ده يتنقل، ولو كملنا على كده الجيش المصري هينتهي نفسيا، والجانب النفسي معروف انه من الجوانب المهمه قوي وقت الحرب. المخابرات المصريه هي كمان بدات تقلق من وجودهم، لان الخبراء دول كان كل اللي شاغلهم انهم يكتبوا تقارير ويبعتوها لرؤسائهم في روسيا، غير ان روسيا كانت رافضه اصلا تبيع سلاح هجومي للجيش المصري زي طيارات الميج 23 واللي الطيارين المصريين شافوها بعينيهم في روسيا. لكن السوفييت قالوا لهم مفيش، ده غير رادارات وصواريخ متطوره عن اللي عندنا، ما رضيوش يبيعوها للجيش المصري. ليه بقى روسيا تعمل كده مع انها كانت الحليف الوحيد لمصر في الحرب؟ الروس او السوفييت كانوا طالبين من السادات انهم يبنوا قواعد عسكريه ليهم في مصر وتكون تحت حكم الروس، لكن السادات رفض، فزي ما تقول كده كانوا بيرخموا عليه. المهم ان السادات شاف ان روسيا كده واقفه علينا بخساره، والخبراء دول كانوا كاشفين اسرار الجيش، واحنا داخلين على حرب اهم عامل فيها هو السريه وعنصر المفاجاه. نرجع لمشكلتنا، مفيش وقود صواريخ. الوقود ده مش هيأثر على صاروخ ولا اتنين، ده هيأثر على منظومه الدفاع الجوي كلها، لان 90% من الصواريخ اللي عندنا كانت من نوع سام 2، وال10% الباقيين كانوا من نوع سام 3، والنوعين دول هم اللي الوقود بتاعهم انتهت صلاحيته. السادات هيقول لهم اتصرفوا، احنا هنحارب عدو اقوى سلاح عنده هو سلاح الطيران، لاقوا لي حل لمشكله الوقود دي والحرب مش هتتاجل. معامل الجيش كلها اتقلبت وبداوا يشتغلوا بايديهم واسنانهم علشان يلاقوا حل، لكن برضه ما لاقوش حل. طلع اقتراح من واحد من القاده انهم يستعينوا بعالم مصري اللي هو رئيس مركز البحوث وقتها الدكتور محمود يوسف سعاده. في قيادات اعترضت على القرار ده، ازاي نجيب واحد مدني واحنا داخلين على حرب؟ لكن الكلمه الاخيره كانت للسادات ورده كان هاتوه فورا. اتحرك ضابط من الجيش المصري علشان يجيب الدكتور محمود سعاده، وقف قدامه وقال له جمله واحده بس: حضرتك مطلوب من مسؤولين كبار، مصر محتاجاه. وصل الدكتور محمود سعاده وعرض عليه الفريق محمد علي فهمي قائد سلاح الدفاع الجوي المصري المشكله، وكان رد الدكتور محمود سعاده انه ابتسم وقال له الحل موجود، مصر هتحارب. اللي فيه عينين وراس يعمل عمايل الناس زي ما بيتقال. دكتور محمود اشتغل على الوقود اللي انتهت صلاحيته لغايه لما فك الشفره بتاعته، عرف المكونات بتاعته، والمخابرات العامه راحت جابت عينه من نفس الوقود لكن من دوله تانية غير روسيا علشان نتاكد من المكونات دي. وبعدها كل معامل الجيش تحت قياده الدكتور محمود سعاده اتحولت لخليه نحل وشغل 18 ساعه في اليوم. قدروا انهم يطلعوا من الوقود اللي انتهت صلاحيته 240 لتر صالح للاستخدام، وجربوه على صاروخ والتجربه نجحت. والخبراء الروس اللي كانوا لسه موجودين في مصر ما صدقوش اللي المصريين عملوه. بعد ما الدكتور محمود عرف الوقود بيتكون من ايه، بنكمل شغل وبنجيب المواد اللي بيتكون منها الوقود دي، وهنعمل احنا الوقود بايدينا في مصر. هنصنع 45 طن من الوقود للصواريخ. وجه يوم 6 اكتوبر واللي بيلعب فيه سلاح الدفاع الجوي بالصواريخ، الوقود اللي صنعه الدكتور سعاده، دور مهم جدا في الحرب علشان نقدر ننتصر ويتكتب
اكبر انجاز في تاريخ مصر العسكري ونعبر في 6 ساعات. الدكتور محمود يوسف سعاده هو خريج كليه الهندسه قسم الكيمياء الصناعيه، كان من اوائل اللي اشتغلوا في مجال الكيمياء الصناعيه والموجات فوق الصوتيه في مصر. كمان وصل لحل مشكله كبيره كانت شاغله المسؤولين عن الزراعه في مصر، وهي مشكله الفئران اللي كانت بتاكل المحاصيل وما ينفعش معاها المبيدات الحشريه. الدكتور محمود قدر ان هو يتخلص منها نهائيا باستخدام الموجات فوق الصوتيه. العالم المصري الدكتور محمود سعاده اتجوز بنت استاذ التخطيط المصري المشهور السيد كريم صاحب مشروع تخطيط القاهره الكبرى سنه 1952. اتجوزها وهي عندها 16 سنه وما كانتش كملت دراستها. ساعدها الدكتور محمود ان هي تكمل دراستها لحد لما خدت الدكتوراه في الاثار، وبتدرس حاليا في الجامعه الامريكيه في القاهره. حصل الدكتور محمود سعاده على جائزه الدوله التشجيعيه ووسام العلوم والفنون، وتوفى سنه 2011. وحضر جنازته عدد من العسكريين والعلماء اللي كانوا عارفين دوره الكبير والمهم في حرب اكتوبر، ولسه في ناس كتير بتسمع عنه لاول مره لحد دلوقتي. لازم كلنا نعرف الابطال الحقيقيين في تاريخ مصر. فابعت الفيديو ده لاي حد ما يعرفش الدكتور محمود سعاده، علشان اقل واجب علينا اننا نتكلم عن البطل اللي هزم العدو من غير ما يضرب رصاصه واحده. ولو تعرف حد من ابطال اكتوبر ما حدش يعرف عنه، اكتب لنا عنه في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو لسه مش مشترك في القناه، واشوفكم في حكايه جديده.